تلقى وراح صار شجاع. احنا 16 سنه ولك هم اذا تفله هم صارت عندنا بحر ما نتفرج لكم الله. ولك هذا خوفه وبين قلق وبين ضيم وبين جوع 40 يوم و60 يوم ما نازين. الله وكيلك كتلنا الهبري بالعباس ابو فاضل هاي طوس خرماته خلف الله عليهم قاموا يجيبوا لنا شلايف مال ملابس لان هاي مال امر اللي طولت علينا وقمنا نلبس. انا لابس لي باراشوت. الله يذكر حج علي الخزعلي ضامن علي يقول لي والله ابتزك بس يوم من الايام انزلني. قلت رحم الله والديك شو تريد بخدمتك؟ اكل رقي وكان من هذول اصلع وشاد لي علق ولابس هذا الشورت اللي كلهم بالحشد الاخوه لان هم يعني اخمص البطن. تخيل من نلزمهم مقتولين ندور بجيوبهم نريد نشوف شو عندهم ناخذ غنائم نلقى عده طرشانه وزبيب مو مثل اكو كم واحد ربعنا فاصوليه وركض جيب بصل ماكو كله زبيب بطن ما عنده. الله وكيلك عمليات خاصه عندهم. سحقه وسحق بالعباس ذول الاثنين شفتهم واحد كان وجه الياباني. انا ما اريد البث يحترق ولا هو حتى البث تتأزم يعني هسه 2000 وين كان 15 و20 ألف ما ادري. انا ما عاجبكم وبخدمتكم. لذلك اكو عندنا يم جاي من المقبره قبل لا نطب للمقبره. وهذا الفيديو اللي عندي قلت له وين احمد الدب تحياتنا لاهل الناصريه. اخطر معركه هي المقبره ويم السكه. يعني تخيل والله وبالله وتالله وحق كل كلمه بالقران اذا اكذب انا ابن حرام. المغرب اذنت كان اتذكر ابو همر هسه ادعوا له لان مضروب جلطه في دول عينك حبيبي. ابو همر هو شلون امر الكتيبه امر القوه. وجينا قلنا له ابو همر شنو الموقف؟ قال والله ابو فاطمه هدوء. فقلت له عندك تواصل ويا امر لواء؟ قال صار التواصل ويا امر لواء. قال له اذا تقدر تقدم خطوات. ما الهدوء مشكله حتى زيطه ماكو جراده ماكو هدوء الكل هدوء يعني اكو شيء وناس مراقبتك يعني. واحنا هذا فرع حاطين سيارات وتراب هيك بشفلات حتى ساتر يصير ما نقدر نتقدم ولا هم يتقدمون علينا. بالليل اللي يشعل جداح ينكتل ينشور عليه رمانه يعني من 50 بيناتنا. فهاي المنطقه تقدمنا بوقتها اكو موجود تصوير الاخوه يمكن انا منشور من قال له لا تتقدم وركضيت ورميت. ورا هذا الفيديو انا المفروض ابو الار بي جي قبل لا يضرب يجي ابو البي كي سي السكوات ليدر يجي راسا بس يمشط حتى ما ينقنص. قلت له بس اعطيني مجال جاي اضرب وهو اجى صار قدامه طب وضرب القاذفه. حسد اصبر بالعباس لو ما لابس هاي الشفقه سويت هيك. وهذا البلايس وجهه كله هذا بلايس مال الفافون مال هاي الار بي جي واحترقت هاي من رقبتي الشفقه. الله وكيلك لان اصلي صار بها النار واللهبه. وموجود اكو فيديو لل داعش شلون من ضوب الحسن علي بوقتها. ثالث يوم تقدمنا وطلعنا اكو بيت عندي تصوير من اصعد بالدرج وش من رماني. مو كل شيء يعني نشرع عبالكم تمثيل. عيب زحمه احنا اكبر من هذا الشيء. يوم من الايام هم اكو فيديو بيجي بالصينيه من اقول يونس وين يونس اخوي. وهذا قلت له قوم اقعد. شنو هذا؟ اجينا يابا جايبين تبرعات مدنيين ويانا جايين. قلت له يابا احنا هسه قال وين انتم؟ قلت له هذول قدامنا دير بالكم اكو ساتر بعد بعيدين. قلت له بس ترى احنا مراقبين لان هم مثل ما احنا هسه عندنا ناظر ونشوفهم هم يشوفونا. اثناء هذا الكلام صارت علينا ارتدانا مثل ما يقول بعد هجوم. قامت الوزه من يمنا. هذا واحد منهم نام شو بقى القاع زحمه ولك لا واحد يصورنا. قلت له قوم اقعد يعني قوم بس اقعد لا تقوم واقف. هذا قصدي. شو يقول له شوف ابو عزرائيل مرتبك يقول له قوم واقعد. يعني ليش يا ابوي؟ وقمت اصيح يونس قمت اصيح اخوي لان اخوي جاي وياهم ما اريد يستشهد يعني شنو ذنبه لان جاي ويا القافله خطيه. قلت لهم يونس قالوا جاك اقعد. قلت له تعال اقعد. هذا ابو الفانيله التيشيرت الابيض اللي يفتر يم مستشهد رحمه الله عليه. وهذا قلت له قوم اقعد هالشكل. فاحنا من نشوفون هذا بالفيديو ويجي واحد شارلوك كومز يقرر ويشرح بان شوف الكذب مال ابو عزرائيل. حقك يا ابوي حقك انت تفله بالفيس ما عندك يا بابا. انت اذا تشوف مزونه بالثنتين بالليل راسا تبول على روحك. جابك على هاي الشغلات عمت عين الوقت والله اللي خلاك انت وامثالك تحجون علينا للاسف.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذيتونا والله، أذيتونا وصار لكم ساعة رديتوا. أبو عزرائيل شو ما رديتوا؟ خلنا نشوف. هسه نريد نتصل يقول لك انتهت الخدمة. وإلى يا عباس المجراء وأذيتنا يا أخوي ابن العمارة الكلف. زين شو اسوي هسه؟ المهم يجيك يقول لك ابو فاطمه وين الرد؟ بيا حكي مشكله. زهراء في دول عينك لا تتصل. بالنسبه للسوشيال ميديا اخواني حقيقه يعني هذا الكلام يروح بالفلوات، يبقى انت تموت وبالمقبره وتحاسب وهو يبقى. فدائما الانسان من يريد يتكلم خليه ينتبه. ايش قد اكو هسه عندنا ناس يقول لك ظهور وعصر الظهور وان شاء الله احنا من المجاهدين واحنا اخوتكم ان شاء الله واحنا هاي بنشتد الوطيس. صارت الصدق باسم الانسانيه وباسم السلميه والسلم الاهلي. فعاد مو هسه يا باشا شو وقت غير نفتي كان الامام الحجه يطلع بتوثيق يطحنا. الله وكيلك، الله وكيلك يقول لنا انتم منافقين. والاعداء صاروا اخوتنا والشهداء وهكذا. رجاء والله ما اتكلم من بين السطور. انا اخو فاطمه وابو فاطمه. الله وكيلك ما خاف بس من الخلقني. عنده عقل ما فكر. العده عقل ما فكر يعني حتى انسته صدق كذب شجار. اخوانا هاي هسه من الاتصال احنا ما نريد نقول ايش حده وش مده ولا بوي. هو ما يسترجي يشتري خبز هسه الشعبه. هم يصورون ويسبون بالسيد السيستاني ويسبون بالمراجع. يعني اذا اكو شعب مع احترامي للشعب السوري، واذا اكو ذولا اللي محسوبين مجاهدين اللي الجيش السوري او ما اعرف شو يسمونهم هم بالاخير بالاول هم كانوا جبهه النصره. اذا اكو جياف واذا اكو جبناء ما يسترجي يحكي ويا الاسرائيلي اللي اخذ 3/4 سوريا ويجي وين كربلاء. من شافوا الكويت ما رديتوا عليهم طقوا السعوديه وبعد كم يوم لك هو السعوديه لكن البارحه شققوكم الشقق. شوف تجون هسه تريدون تصيرون شرفاء بروسنا. غير بكم بخت بالحكومه القشره حرنا انه بكو عالم العراق 3 انصاف نصف. حجي وين الريت؟ يابا هسه بخدمتك على النار. حجي خو ما تردون يا معود احنا نريد نعيش وهذا البلد ولازم نسمع رئيس الوزراء. ها بخدمتك. هذا الثالث بين هذا وبين هذا. اقول لك حجي اكو ريت؟ لا ادري هسه قهوه عزاوي من هوتونا تضحكون على جراحنا. حيرتونا والله مثل قبل هنا. يابا لا تضربون الخضراء. ها يابا ما راح نضرب الخضراء. حجي شو ما ضربتوا الخضراء؟ خرب دينكم لك بابا ايش فهمونا هسه انتم دينكم ما تقول لي دين الشيطان. هسه راح يقول لك تكفر. والله العظيم لا بارك الله بكل واحد يسمي الدين كفران. بابا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. اخر الايه شو يقول؟ لكم دين الكفر. ليش هو الفتنه هاي مو حالك حال الكافر الشيطان من يسوي لك فتنه تضرب الامريكان. قلت يابا والله خربت البلد. ها حجي ليش؟ شاحس يضربون بنص العالم بالخضراء. ها خير ان شاء الله. يابا لا تضربون. اي والله حجي خير ان شاء الله. حجي شو هاي الخضراء يمكم مش حاجه ما ضربتوها. استغفر الله. يابا هذا من الملائكه تحكي لابسه بازه. والله العظيم الملائكه لابسه حتى قاط وشزمه. حير شي يكتب الملائكه هسه شو يكتب؟ فهمونه حيرتونا والله العظيم. تعال شوف الخاص متروس. حجي مو تردون. هذا حجي رديته هلا راح نرد. كافي يا بابا كافي خلي العالم تشتغل. كافي شغله مختص. داخلين الايرانيين قالوا يابا احنا 3/4 متابعينك ايرانيين واحنا ما جاي نفهم العراق وهذا. نشرنا منشور نشرت منشور انا ما اعرف اكتب. رحت لهذا اخونا GPT يعني عم الله عليه قلت له اخوي اكتب لنا بالعربي بالايراني الجلفي يعني المفهومه الدارجه. كتبها ولصقتها. تعال شوف الخاص كلها تقول حميد منصور. حجي مع الاسف عليك انت عراقي ولك شا ادري شو مسوي انا بس فهمني. قال حجي ليش ما تكتب بالعراقي ليش تكتب بالايراني؟ هسه انت ياهل يمك يا ابني ايش بيك؟
تفضل هاي كتبت لاني ودزيتها له بالخاص. قال لا حجي انا مو هذا قصدي، بس ليش تكتب لي ايراني؟ قلت له ليش هالعنصريه هاي يا ابني؟ قلت له بالعباس لو شلون واحد هذا يمنا صاحبنا كابتن ولد واحد اكو دريز مال العلم الايراني، بي علم صغير ايراني ودريز كلها تقول له مع الاسف عليك والله صرفك لابس مال ايران، ها خير ان شاء الله. واحد صاحبنا هم بالقاعه لابس تيشيرت بعلم امريكي، والعباس كله اعمل نفسك ميت ولا كانه ولا موضوع، يعني الامريكي اخونا عادي تعال اهلا اهلا وسهلا، بس هذا لبس مال العلم الايراني كتبوا عليه وانت عراقي. الامريكي عادي البس براحتك تيشيرت، بس من يحطون ايراني كذا يتوا عليك، وانه كل فايت العلم يفوتونه من يمك. ها ضوج من العلم العراقي؟ ايش الجهل هذا؟ انه يوزعون اعلام عراقي بالبلد، لكن انت وين بالسعوديه؟ ايش بيكم بويه؟ ترى ماكو واحد عنده حساسيه من العلم العراقي، احنا العراقيين، احنا العلم، احنا العلم. يعني اكو قران ناطق واكو قران هذا المكتوب يعني انت تجيب علي بن ابي طالب على القران، هذا القران الناطق بويه. جاي تفهم الامثال تضرب ولا تقاس، هذا قران وهذا قران، بس هذا علي بن ابي طالب وشوفه هذا القران الناطق. احنا بالوطن، احنا الاعلام مال الوطن، انت المواطن العلم. زين ليش ما تروح ترفع العلم مثل هذا الخايس الوشاح بالطابق ال 7000 مدري 17 ورافع العلم العراقي هيك ولافه بتيب ابيض وقال ها يلا مو تقول انا بكردستان بربيل هل رفعت العلم كان حظينا مسوي. والله متاكد اذا كذونا كله يشقونك شق. كافي شعب 3/4 منافقين، الله وكيلك 3/4 منافقين. لا تفهمون، لا تقدرون المجاهد، لا تقدرون الرجل الشجاع. لا مطرب الحي لا يطرب، والله قرايبك مطرب مو زين، وهذا لو غريب والله صوت. هاي مطرب الحي لا يطرب، هذا لين مجاهد منك وبيك وشجاع تسقطه لو تطلع بيه 1000 تفاهه، والغريب تموتون عليه. كافي كافي بابا كافي، خرب ساحه السوداء. بالعباس ابو فاضل هاي كلها انا ترى ادله عندي. بالحسين واحد يبيع ملابس صديقنا حاط تيشيرت بهذا اللي هو الدريز قلت لك اشترى صار هذا الدريز كلها تباوع عليه ما حد يشتري، خلى تيشيرت امريكي هيك العلم ها كبره الامريكي بالعباس بالظهر، وحق مصاب العباس هذا التيشيرت بنفس اليوم انباع وعلق ثاني وانباع وعلق ثالث وانباع ويلبسونه، وبتخلي بس العلم الايراني يجي يقول لك مو انت عراقي هذا الامريكي ليش لعد؟ هذا حلال وهذا حرام. نصكم والله العظيم ما اريد اجترئ واقول اكثر. روح شوف هاي محكمه الرصافه بالعباس قهر بالحسين، هاي محكمه الرصافه. تحياتنا للاستاذ جبار عبد الدلي هذا الرجل الشجاع، تحياتنا للاخ والاستاذ عقيد ليث جماعه الابتزاز ومقدم فاروق ومهند والاخوه كلهم، والله العظيم جاي يشتغلون من الصبح لليل. لو تشوف هناك الضيم تظل تمشي بصف الحائط. شوف عوائل هذا من الصبح لليل، بنبي وعبد الحليم حافظ وما ادري منو. طبعا هاي العائله تتفكك. تعال شوف الضيم الابتزاز بالضيم يتنشد علي. والحسين دخلت لي بنيه هنا من بغداد. صار انا تواصل ان شاء الله ويا الاخ الاستاذ العميد مسؤول الابتزاز، وان شاء الله بلكي نقدر نخلص هاي الناس اللي واسطه العظم، يعني نقدر نغلق الصفحات اللي تهدد اذا قدرنا ان شاء الله. بنيه قالت يابا هاي هواي طبعا داخلا بالخاص، هاي يصير هاي الامور وانت نسمعا كون ان شاء الله الله يشلك ويشل ايدك. تقول لي يقول لك مرحبا عيني انا اريد اتزوج نقيب، مسوي صفحه نقيب وشواربه ومتاكد الولد مو هو هذا. قال انا معجب بيك ومن هذا الحكي تعرف عليه راس قبل سال ايش تعاي فتح كاميرا فيديو زعلت ياها قبل سوى صفحه باسمها، صفحه موجوده سوى صفحه وقالت انا اخوتي، وبالمناسبه هم قريبه هنا يعني اخوان عندها يشقون الحلق. زين انت بابا قلت زين انت منين حصلت الصور مالاتك؟ تقول والله حصل هنا انا اراد يتزوجني. قلت وينك خطوبه بالفيس تمسودني؟ زين قلت انت والله ما اعرف انتم اكو الله دين عندك ابوك ما علمك؟ سكتت قالت انا صرت مطيه وصرت وقامت تغلط على نفسها. الانسان ليش يوصل لهاي المرحله؟ اريد اعرف شو مسوي بحياته. هاي الاثار الوضعيه شو مسويه قبل انت الله وقعك بهيك شغله. ابعد رب العالمين ما يظلم لاحد.
هاي ترى فلسفة، ترى فلسفة بالدنيا. من عمل مثقال الذرة من الله سوى بيك بلوغ والحد هذا عمرك، شنو مسوي الله يعاقبك. لا ماكو مسامحة. الله سبحانه وتعالى يسامح إذا أنت ما تندقين بناس، بس تندقين برب العالمين الله يسامحك. بس ما زال ماخذ حق غيرك الله يفضحك. فقلت له بابا أنا يعني شو أسوي؟ أول ما دخلت له السلام عليكم طب سوالي بلوك. والبنية لغت بيها الأخوة ما يقدرون يعني اللوتي شو مسوي هو؟ مفاتح صفحة باسمها ومناشر صورها ومسوي صفحة مالته غالقها، يعني ما مخلي خاص واحد يجاوبه. دمار. انتم زين شبابنا وين تريدون توصلون؟ والعباس ابو فاضل نصيحة، كل واحد مسوي صفحة لبنية ويريد يفضحها والعباس راح تطيح بدين عالم. والله العظيم القضاة اللي بالرصافة والله عم روحوا خل الله يحبكم وتروحون للمحاكم مال المراكز ذولا، يمكن من يباوع عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا إذا تروح لأستاذ جبار والجماعة اليمة بالعباس أبو فاضل تدعي الله يكون ما جايبك بعالم التراب. شايف من يقول له أفتؤمنون؟ قالوا بلى هذا بعالم التراب. أسأل تقول له لا رب لا بلا ولا هاي. بالعباس كل مسامحة ماكو. أيام جبار حبدلي إلا شق يشقك. لكن جا واحد جايبينه بدلة برتقالية. أنا قبل لا أطول الرجل محترم، أنت ما عندك شيء لا تخاف بس من رب العالمين. بس اللي عنده شيء مشكلة ايش يرجف في الواد من المدينة. شو مسوى هذا؟ قلت للمحامي ماله، قال حج داق عشيرة ولد عمه وداق. فالمحامي قدامي قال له مالك شغلة هسه هذا كلش 3 أشهر او قال له 3 شهور وخايف. اباوع البدلة من يم تجيب مسلته. انت اللي تبتز الناس. ها راح تلبس البدلة ما يعطوك اياها على مقاسك، تسحل وراك، والجيب اللي يمنى منه واليسرى مسلت لان كسها حاط ايدك بجيوبك حديقه وماكو كاتلك الضيم ومحصور. والله العظيم طببوا الاستاذ جبار فدوى العينخ 3 سنوات. قال له 3 سنوات الا دقيقه ما اخليك. 3 سنوات منو انت ولا هاي؟ لو رايح للمحكمه مال المركز ما هي شيء حكمه 3 اشهر لو شهرين ويأدبه واطلع. اما هنا بالرصافه لا حد يوصل. نصيحه اللي الله يكرهه يشتكون عليه يم الرصافه. الله وكيلك ما صار لك شاره شلل. تحياتنا للاخوه القوات الامنيه والقضاة وانا بخدمتكم اخواني. بس يابا والله كنصيحه لا حد يكذب عليك مشينا خلينا ندير شغله ابد الله وكيلك يورطك. قلت لكم انا اللي يريد يشوف ضيم الدنيا يصاحب له لو محامي لو محقق خلي يسولف لك تظل تمشي بصف الحائط تضحك وجهك تقول صخل. فهمت لو لا؟ تعلموا لا حد يغلط على واحد بالصريح. شلون انا هسه راح اشبس عالم ما شاء الله هذا اللي يسولف وهذا خب واحد اطب له شاب كبير يقول له هذا ابو عتله باوي يدخن جقاره وجندي. كنت بابا بالفرقه التاسعه ليش تغلط علي؟ قال والله حجي ما ادري عبالي مو حسابك. استغفر الله. زين هاي نبقى احنا يا دولة الدولات. زين نبقى هسه يعني شو خاور قائد فرقتك والعافين على من خاف انا والعافين تروح شفنا شرك بعد خالك. ولا متى فرجاء لا حد يتعدى على الناس. فهمتوا؟ استغفر الله. ولد صديقنا حسين من النجف انا جاي اخابر عليه هذا ما بي رصيد ضيم. اذا يسمعنا حسونه خليه يتصل عليه بالكورك بالاثير. حسين ايش سوى؟ ولد جاني قالوا يابا هذا بالباب صار له يومين يروح ويجي. شو عندك ابو علي؟ يا نهايه كلامنا حتى اروح. قال حج واحد وهو صايره هواي هسه راح يذكرون اللي صايره بهم. قال لي حج واحد من دياله وهو يقول يدعي وياكم بالكتاب. قلت له شنو هذا ابو ايش عنده؟ قال لي حجي اخذ مني يمي انا واكو عالم. قلت له انا ما له غرض بالعالم انت شنو جيتك؟ قال حجي انا مطي 3 ملايين الا ربع على اساس يعيني وجايب لنا اوامر تزوير كذب. شنو التعيين؟ قال صار والله العظيم 1 و3 اشهر حج وكل ما نخابره لو يقفل التليفون لو يقول صبروا لي. قلت له عندك تليفونه؟ قال لي. قلت له انت جاي من النجف؟ قال والله العظيم من النجف. ابا على حاله خطيه شاب شحاته مشقوقه الله يعينه فدوى عينك حسون حبيبي انسان معدل ومرتب. بس هي قلت لك اللي ما يعرف للصقر يشوي. دقيت عليه هو هذا
هذا اللي عندي هسه مشاكل وياه، اللي انتم هسه قد حاكين عليه واخذوا غيبتي، لا محلل ولا موهب ولا ابرد ذمه، كل واحد اخذ غيبتي. شلونك يا فلان؟ قال عليكم السلام ورحمه الله. قلت له ابوي ليش تاخذ فلوس منهم على اساس تعينهم؟ قال انت منو؟ قلت له انا ابو عزرايل. قال اهلا حجي حياك الله وشلونك وهذا. قال انا ترى قرايب فلان. قلت له عوف فلان، لا اكفر بيك وبفلان، ليش تاخذ منه فلوس؟ قلت له عمي احكيك اياها الصراحه، بما انه انت الادرنيالين مالك صاعد ومتاهب وما تذعن ولا تقول بخدمتكم. قلت له عمي اليوم هسه الساعه بالستة، قلت له منا الك الباكر هسه راح اقيم عليك دعوه بالتحقيقات والامن الوقائي. قلت له تعرف امن 6 لو؟ قلت له بالعباس حتى نقرة سلمان مو مثلها، تنذل ذله، يعني صدق الذله ما من وراها ذله، تقول له الرب العالمين ذبني بالنار ولا تجيبني بامن 6. فقلت له ابني جيب الفليسات روح تداين جدي وتعال. هذا الولد شنو ذنبه؟ نايم بالنهضه، اشقك نصين والله. انا اقول لك لا، اقول لك ولا تقول لي. خابرني من طرفه خير من الذياله، قال لي حجي وحق موسى بن جعفر باكر الفلوس يمك من الصبح. انا هم شلت له 3 ملايين الا ربع اعطيتني، قلت له روح لاهلك وانا اخذ. قال حجي شلون؟ قلت له روح. والولد انعم الله عليه هسه النوم موتني فدوى لعينك، كل 10 ايام كل 20 يوم جايب له فسيفسات. يا اخي يابا ما اريد، وجايب دجاج. انا الفسيفس خابعني ما ناكله والله العظيم بالضيم، اعطيته للنجده وهذا اعطيته لاخوي يعقوب، انه اخوي صار تاجر كسع. جايب رمان وباذنجان وبصل. ادري قلت له علف عندي خطيه يجي من النجف يشتغل يجي. قال حجي بيش اجازيك؟ قلت له عمي انت وليدي وانت حبيبي، هي هاي قضاء حاجه. قلت له يجوز الله سبحانه وتعالى سخرني اليك. قلت له بعد لا تصدقون باحد، هذا اللي بدياله القفاصه 56 والله وبالله وتالله وانا على وضوء ابرأ من دين محمد اذا اكذب. هذا 56 انه بذبها معسكر اشرف، داوم له شهرين طردوه من بدر، هسه ذبها على التيار الصدري، قام يدافع على سيد مقتدى. لا تبرى منك التيار. فيا اخواني لا تامنون باحد ويقولون فقير، ياما تحت السواهي دواهي. الله واقول لك انا مطقطق جنه من السكوت موتي. انا هاي كلنا نحكيك اياها واضح، انتهت نقطه راس السطر. ويلي عليك حسوني لو بس اخابرك هسه. انا ما احكي هذا الولد رقمه، بس خاف تخابرونه وتسبونه. هذا الولد رقمه، خابروه اذا انا غلطان. انا ابن حرام ومن اهل النجف واسمه حسين، وقل له ابو فاطمه، قلوا له ابو فاطمه سافل اللي بدياله، وانا ما غلطان. واسال الله ان يحفظ الجميع بحق محمد وال محمد. الهي بالحسين اتولى ومن اعدائه اتبرأ. خوف ترى ماكو هيك جرأه، حتى رقم تليفون انطيته له، وهي مو ذله والله وبالله وتالله ولا صاحب فضل عليه. حسوني حبيبي وليد اعتبرته، بس ردت ابين لكم بان لا تاخذون غيبتنا ابوي، عيب. انا ابو فاطمه ولك انت سويت بروحك. انت شايف هذا اللي يمشي من التفلت وذا بروحه بالخيس؟ لك راح ادينك بالقانون وبالعشائر ودينك بالسماوات كلها. بالعباس اذا ما اخليك يوميه تبات ببيت وبالقانون الا كسر ظهرك. اي واحد يجي من طرفك، من طرفي، من عشيرتك، من عشيرتي، اذبه بالبلوعه. ماكو. ارد اصير حقير. شايف هذا يقول لك الفصل حرام الا اخذ فصل منك.